خلينا ندخل تحت المونوريل ونشوفه بيشتغل ازاي. المونوريل من اسمه هو قطر لكن احادي السكه. يعني احادي السكه، القطر العادي اللي موجود هناك او المترو زي ما انتم شايفين بيكون فيه قضيبين، لكن المونوريل بيكون فيه قضيب واحد واللي موجود جنبي دوت، اللي طبعا ده قطاع عرضي منه علشان يمثل لك ازاي هيقدر يمشي، او يقدروا كمان ان هم يثبتوه عليه هنا في معرض النقل الذكي. زي ما حضراتكم شايفين ده الجزء الخرساني، او ده بيمثل الجزء الخرساني اللي انتم بتشوفوه في الشوارع حاليا اثناء تنفيذ المونوريل. وبعد كده ده جسم المونوريل ذات نفسه اللي هيبدا يمشي عليه. فهتلاقي بعد كده ان في كاوتشات بتبدا تتثبت على الجزء الخرساني دوت، 2 يمين و2 شمال و2 في النص ارتكاز اساسي. كمان هنا بنبدا نشوف الشاسيه الاساسي والكاوتشين اللي هم هيعتبروا شايلين اغلب الوزن، مش مجرد ان هم بيثبتوا او بيستخدموا في الثبات بتاع المونوريل، لا دول اللي هيبقى عليهم الوزن الاساسي. كمان هنا نشوف الكاوتشات اللي فوق ديت والكاوتشات اللي تحت ديت، اللي طبعا زي ما قلنا بيستخدموه في الثبات بتاع المونوريل لما يبدا ان هو يتحرك